بعد ما اتحرك كذا مرة لقت نفسها نازلة على وش الدب الأب. اتعصب جدا وراح ضرب الدب الصغير وهو نايم علشان يقوم يصلح السقف. بضغط من باباه الدب الصغير مد صباعه وسد بيه الفتحة، لكن فجأة المية بدأت تطلع من ودنه. الدب الأب جري يساعده، لكن النقطة دي كانت معدية. جاب حفاضة علشان يسد بيها فتحة المية، بس مع تراكم المية كتير الحفاضة اتملت بسرعة. اضطر يتصرف بسرعة. بعد ما خلص مشكلة التسريب وبعد ما نام كام دقيقة بس صحي تاني من الهواء البارد. راح قفل الشباك بسرعة، لكن الدب الأم وهي نايمة وبتسير في نومها ما سبتهوش، فتحت الشباك تاني. الدب الأب استعمل مسامير حديد وربط الشباك جامد، لكن بشكل غير متوقع الدب الأم فتحته من فوق. راح جاب طوب أحمر وأسمنت وقفل الشباك خالص. تفتكروا كده يقدر ينام في هدوء؟ في اللحظة دي ريشة وقعت على مناخيره، والأسوأ راس غزال وقعت على راسه. الدب الصغير افتكر إن في غريب دخل البيت، مسك مطرقة وعايز يديله درس. الدب الأب جري لمراته علشان تلحقه، لكن مراته كانت أعصب منه. مسكت بندقية صيد وضربت الدب الأب. أول ما قناع راس الغزال اتكسر على راس الدب الأب اكتشفوا إن ده كان واحد من العيلة. ولكي يقدر يدخل في بيات شتوي بهدوء الدب الأب ربط الكل وشال كل المخاطر اللي حواليه، حتى المنبه ما سابهوش. أخيرا الدنيا بقت هادية، لكن مع طلوع الشمس والجليد بدأ يسيح. اتضح إن الربيع جه. الدب الأب اتعصب وفتح الشباك وزقر للسماء. الشمس خافت لدرجة إنها ما طلعتش